السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. مباراة المغرب وفرنسا ستعاد لهذا السبب، والآن إلى التفاصيل. لكن قبل ذلك لا تبخل علينا عزيزي المشاهد باشتراك وإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. من منا لم يشاهد الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب المغربي في المباراة التي جمعته مع المنتخب الفرنسي لحساب دور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022؟ ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم، وأخرى مشابهة لها في الشوط الثاني. تحيز كبير من الحكم المكسيكي سيزار راموس، والذي أطل علينا اليوم بعبارات استفزازية للمغاربة عبر حسابه على تطبيق انستغرام، حيث قال: إن لم تكونوا راضين عن النتيجة يمكنكم تقديم اعتراض جماعي عبر موقع الفيفا لإعادة المباراة. أي إهانة هاته يتلقاها الشعب المغربي! لا بد من التحرك العاجل للجامعة المغربية لكرة القدم وتقديم شكاية في حق هذا الحكم المستفز. وكما يقول المثل: ما ضاع حق وراءه طالب. يجب علينا الضغط بكل ما أوتينا من قوة على الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل توقيف هذا الحكم.